السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ نبدأ يوم جديد كده، نسمي الله ونشوف النهاردة هنبتدي ايه. النهاردة هنبتدي يوم، يعني هفطر معاكم وبتاع ده، وهنعمل الغدا. النهاردة هنعمل غدا ايه؟ النهاردة هنعمل سمك مقلي، سمك بلطي مقلي، وهنعمل رز صيادية، وهنعمل بتاع ده سلطة خضراء. النهارده بس ايه، قلت افطر بقى كده. بس الاول عملت لي سندوتش مع كوبايه النسكافيه، واروح كده ايه افطر كده ايه في الروقان. كان العيال لسه مصحيوش، كنت قلت اقعد كده ايه لوحدي كده وافطر، واقوم اشوف ايه اللي ورايا، نسمي الله كده ايه ونبتدي. كان عندي شويه مواعين كده، ما كانش عندي ياما يعني. بس كان عندي السمك من بالليل يعني في التلاجة. قلت انضفه يعني وكده واحطه في التتبيله واخليه ايه يتبل عشان يبقى طعمه حلو. ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده. يلا يا بنات، ما تنسونيش، يلا اعملوا كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، وكومنت حلو منكم كده. بفرح قوي والله لما الاقي حد كاتب لي كلمة حلوة كده بتدعموني فيها، او بتشجعوني. يلا كده نشوف ايه اللي ورانا. ما خدوش في ايدي وقت، قلت اخلصهم كده بسرعة وافضي الحوض وايه واعمل الاكل. يعني كان لسه بدري يعني على الاكل. انا كده كده ايه، حطيته في التتبيله بتاعته وعملته ايه، بصلي المغرب واحضره يبقى ايه لسه سخن يعني. بس قلت اشطف كده كل حاجه واعملها. وهنا برضو البرطمان اللي كان فيه الملح بالفلفل الاسمر كان خلاص، قلت اغسله قبل ما اعمل يعني تاني يعني، يبقى شكله نضيف كده ومحطوط مطرح الايدين. طبعا انتوا عارفين اللي هي لما بتمسك الحاجه بتبقاش نضيفه مره مع مره، فبحب لما الحاجه تخلص اغسلها مطرح التوابل. هنا في بتاع ده الازازه دي كنت جايبه كلوركس الوان وشويه صابون سايل، بتخلي الحوض حلو قوي بيلمع. في ناس بتحط الكوركس كده بس شويه في الحوض بتاعك، بس انا بحط عليه شويه صابون سايل وبغسله، بيدي لمعان حلو قوي للحوض الاستانلس يعني. هنا اغسل السمك، وكنت عامله له التتبيله بتاعته، الثوم وشطه وكمون وكزبره هو كان نضيف، بس قلت ايه اغسله يعني ايه تاني، اعيد عليه الغسل بتاعه تاني يعني وكده. بس وهنعمل برضو رز صياديه بطريقه حلوه قوي، كانت ماما بتعملها لنا. مش عارفه بتعمله زيها ولا في ناس يعني بتعمل زيها ولا لا. اللي احنا بنقطع عليها شويه بطاطس مربعات صغيره كده، بتتحط تتشوح مع البصله، وبعد كده احط عليها الرز. بتدي طعم حلو قوي برضو البطاطس بتدي طعم بتاع ده، طعم حلو قوي للسمك. هنا اعمل بتاع ده، ابتدي اعمل الرز. عملت 3 بصلات كده. بحب لما هعمل رز الصيادية بحب الرز اللهم صل على النبي، البصل بيبقى ياما فيه، بياخد لون، بعمل لا فاتح ولا غامق يعني في المتوسط. هنا كنت عملت البصلة اخدت لون، رحت حاطه عليها، كنت بشرة طماطمايه، بعد كده نزلت عليها بالبتاع ده، بالبطاطسايه، كنت مقطعاها مربعات كده. بعد كده كنت غاسله برضو الرز ونقعته وحطيته يعني عليه، وحطيت الفلفل اللهم صل على شطه وملح وبتاع ده وكمون ومعلقه كزبره ناشفه. وهنا بقى ابتدي اقلي السمك. انا بحب اقلي في حله عشان الطرطشه. اي نعم هيطرطش، بس مش زي ما انتي بتحطيه في بتاع ده، في طاسة. انا عندي لو حجم السمك اكبر من كده بصراحة بعمله في الطاسة يعني. بس بصراحة في الحلة بيحافظ برضو على البوتاجاز. مش هفكركم حبايبي باللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده يشجعني.
يا رب الفيديو يكون عجبكم.